عارف يا روحي، انا بحبك قوي بصراحة. عارفين يا ارواحي، انا بحبكم كلكم. عارف يا حبيبي، انا كل همي في الدنيا دي كلها ان احنا نتجوز ونعيش في بيت واحد. انا مش متخيل يا حبيبتي ان انت قبلتي بيا مع ان انا عندي العجز ده. انا مش متخيل ان انت وافقتي ترتبطي بيا بقى انا ارتبط بالامر ده كله. على فكره انا بحبك قوي بجد انا مش مصدق انك وافقتي ترتبطي بواحد اصغر منك. انا مبسوط. بجد انا اللي مش مصدق انتوا ازاي لغايه دلوقتي مش سامعين بعض. بس انا عندي طلب صغير قوي قد كده. بصي يا حبيبي، انا الفترة اللي فاتت دي كان عليا دين بقيمة 50,000 جنيه، ولازم يدفع عشان خاطر افضلك ونتجوز. 50,000 جنيه بس؟ اديني نص ساعه وانا هبعتهم لك. 50,000 جنيه بس يا روحي؟ بقول لك ايه، سيبيني لحد الساعه 12 بالليل وهبعت لك 100,000 جنيه. 50,000 جنيه بس؟ ابعتي لي رقم الحساب وانا هحولهم لك دلوقتي حالا. ربنا يخليك ليا يا روحي. بصي يا حبيبي، انا عندي كده حاجة هروح اعملها وارجع لك. اوعى اكلمك ما تردش عليا. سلام يا روحي. ايوه بقى، انا كده ضحكت عليهم هما التلاتة. كل واحد فيهم هيديني 50,000 جنيه، والتالت هيبعت لي 100,000 جنيه. يعني انا كده هيبقى معايا 200,000 جنيه، وهشتري العربية اللي بحلم بيها. لا ومش بس كده، ده انا شوية وهخليهم تاني يبقوا يبعتولي فلوس تاني، وهيبقى معايا 200,000 جنيه تاني، وهشتري شقة احلامي. ولا ولعبتها صح يا بنتي يا نور؟ والله العظيم تاني وسببكم الهند انسحب.